فيما يخص المسألة ديال أوكرانيا والصراع الروسي الأوكراني، الموقف ديال المغرب كان واضح منذ البداية، اللي قائم على 4 المبادئ. أولا، المغرب مع الحفاظ على سيادة الدول ووحدتها الترابية وعدم المس بالوحدة الترابية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة. ثانيا، المغرب كان دائما ضد استعمال العنف لحل الخلافات. ثالثا، المغرب كان دائما مع سياسات جوار بناءة بين الدول المتجاورة، وأن الأمور الجوار ما كتحلش باللجوء إلى القوة. ورابعا، المغرب كان دائما مع احترام مبادئ القانون الدولي واحترام ميثاق الأمم المتحدة في التعامل مع مثل هذه القضايا. من هذا المنطلق هذه القضية مشات للأمم المتحدة والوكالات المتخصصة للأمم المتحدة، وكانت كل مرة كيكون تصويتات. المغرب كان دائما الموقف ديالو هو أنه كان كيغيب في هذا التصويت، باستثناء لما كيكون القرار كيهم مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وكيهم مبادئ القانون الدولي. المغرب من منطلق بحال اللي قلت 4 العناصر اللي كيدافع عليها، فهو دائما كيصوت بالإجابة على هذه القرارات، لأنها قرارات مرتبطة بالحفاظ على وحدة ترابية للدول، عدم الاعتداء ولا عدم استعمال القوة لحل الخلافات بين الدول. بالتالي فمن منطلق المبادئ ديالو المغرب كيصوت على هذه القرارات لأنها تتطابق مع الشرعية الدولية ومع قرارات الأمم المتحدة. المغرب ماشي طرف في النزاع المسلح بين روسيا وأوكرانيا، والمغرب لا ولم يساهم بأي شكل من الأشكال في هذا النزاع المسلح. المغرب يتعامل مع هذه القضية كأنها قضية اللي كتأثر في الأمن والسلم الدوليين، عندها آثار مهمة حتى اقتصادية واجتماعية، ولما كتمس بمبادئ القانون الدولي والأمم المتحدة، المغرب كيعبر بشكل واضح على موقفه من خلال تصويت إيجابي. وهذا ما كان يوم الأربعاء أو الخميس الماضي، لما المغرب صوت على قرار اللي كيشير إلى المرجعية ديالو هي ميثاق الأمم المتحدة، والمرجعية ديالو هي قرارات القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. ولكن نعاود نأكدها، فيما يخص النزاع المسلح المغرب لا يشارك بأي شكل من الأشكال في ذلك، والمغرب ليس طرفا فيه. ولكن المغرب كعضو في المجموعة الدولية، لما كتكون هناك تصويت حول قرارات كيتخذ القرارات ديالو بناء على المبادئ اللي تحدث فيها أول إعلان أو أول بيان لوزارة الخارجية اللي كان هذه تقريبا سنة، وحدد هذا 4 المبادئ اللي كتحكم موقف المغرب من هذه القضية، واللي هي نعاود نذكر لا لاستعمال القوة لحل الخلافات، دعم وحدة الدول الترابية وسيادتها الوطنية وعدم المس بها، عدم الاعتراف بكيانات ما كتعترفش بها الأمم المتحدة، وحل الخلافات بالطرق السلمية، و يعني في إطار حسن الجوار وفي إطار جوار بناء ماشي جوار فيه صراع. بالنسبة للسؤال اللي كيتعلق